اليوم سوينا فعالية مختلفة جذريا عن باقي الأيام لأنه نفسيتنا كانت كلش تعبانة، كملوها للأخير. مبدئيا هذا مكان الثلاجة ما عجبني وحبيت أخليه بهذا الاتجاه ويا مستوى الكاونتر، والغاية من تغيير أماكن الأغراض أولا كسر للروتين ويعتبر تغذية بصرية جديدة ضفناها للمكان. وصراحة هاي الشجرة أنا كلش ظالمها، راح أديرها بهذا المكان، ونصيحتي لكم سووا تغيير بمكانكم حتى ما يصير عندكم ملل طول حياتكم. وعندما تعتنون بأغراضكم ومستلزماتكم الشخصية هذا دليل على نظافتكم ونزاكتكم الدائمية. وطبعا من واجبي انقل لكم الاشياء الايجابيه. وبعد ما انتهيت من التنظيف هنا قررت اغير شكل الطاوله للون الاسود حتى يكون التركيز اكثر واعمق على الوصفات. وبعد ما كملت تغليف الطاوله من كل النواحي مثل ما جاي تلاحظون بهاي الطريقه، بهاي الاثناء وصلنا طلب الاكل، وانا من طبيعتي ما احب اكل وحدي لانه خير الزاد ما تكاثرت عليه الايدي. هذا شكل التغيير من المطبخ البسيط والمتواضع قدامكم. كان وياكم الشيف مبتسم، تحياتي لكم.